اوبشنز، اختيارات لحاجات حلوه واحنا عاملين دايت وتحسسنا ان احنا مش عاملين دايت. بجد دي اكتر حاجات كانت بتحسسني بان انا بتنفس كده، اللي هو اخيرا حاجه حلوه عدله. اول حاجه واحلى حاجه، لكم ان تتخيلوا ان انت وانت عامله دايت ونفسك في حاجه حلوه تقومي عامله ايه؟ حاطه معلقه عسل اسود على معلقه طحينه كده، وتقومي واكلاهم بالمعلقه مثلا، او برايس كيك لو نفسي فيه، بس ما بيبقاش نفسي فيه، انا عايزه حاجه حلوه من الحاجات الحلوه اللي انا اعرفها. فمن غير تغميس خالص كنت باكل الكلام ده كده وانا عامله دايت. ايوه عادي، ولا كان بيحصل اي حاجه. عسل وطحينه. تاني اوبشن بقى هو ايه؟ هقولك. طبق تاني، تمر. التمر هناكله كده يعني وخلاص، تمر بس عادي، ايه المشكله؟ لا مش بس. اولا انا بجيب نوع تمر حلو، التمر بقى اللي هو الطري ده اللي بيقولوا عليه مجول او مجدول، ونفتحه كده، وبعدين اروح حاطه فيه لحسه طحينه كده اهو. كنت باخد كام واحده من دول؟ 3. عايزه احلي، او مثلا خلاص بعد الغدا، او عايزه سناك اهو. واقدر كمان ان انا اقوم حاطه فيه سوداني، عين جمل، اي نوع مكسرات عندي كده، اديله غناوه يعني. تاني اوبشن خطير، عايزه اقول لكم ما بتحسوش ان انتوا عاملين دايت ابدا. تالت اوبشن، رابع ايه؟ بصوا بقى، حاجه سهله جدا ولكن كانت بتخليني احس ان انا ثانيه واحده. ده عسل ابيض عادي جدا، بس بنحطه في طبق فيه ميه عشان النمل. عندكم نمل زينا؟ ونفسي اعرف اللي اخترع الحركه دي عرفها ازاي، وليه النمل ما بيجيش في الطبق اللي فيه ميه؟ ليه يعني؟ لو حد عنده تفسير من فضلكم تقولوه لي بسرعه. فمعلقه عسل، اوكي. ده بقى على حسب احتياجي للسكر كان بيبقى عامل ازاي. يعني احيانا الواحد بيبقى عايز شربات، عايز حاجه كده شبه البسبوسه فيها العسل بتاع البسبوسه، فما بقلبوش، بحطه كده على الوش، واخد عشان كل معلقه يبقى فيها شويه عسل كده، كل معلقه كلها يبقى فيها عسل كده. اقدر احط عليه برضو مكسرات. الكلام ده يمشي معايا كتحليه وكسناك. لسه كمان هوريكم اوبشنز تانية باخدها معايا، مثلا لو انا نازله. يعني الاوبشنز دي انا في البيت ممكن اخد التمر معايا عادي، ولكن لو انا نازله مثلا، لو ده ميعاد نزولي، دايما بيحصل لي كده على الساعه 2 وانا نازله الشغل، بيبقى ميعاد سناك كده، الجو حر، عايزه اسلي نفسي بالطريق، رايحه بقى الشغل، فعايزه حاجه كده تحفزني وتديني طاقه وتحسسني ان الدنيا لطيفه. فكنت بعمل حاجه هوريها لكم بس في اخر الفيديو لما نخلص ده، عشان مصوراه وانا في الطريق. ماشي، يبقى احنا كده، ده كده كان تالت اوبشن عندنا. اول اوبشن ده، اول اوبشن كان عسل وطحينه. تاني اوبشن كان التمر بالطحينه، ممكن تحطوا مكسرات. والاوبشن العادي جدا اللي هو عسل بالزبادي، وبجد تحليه حلوه قوي وسناك حلوه قوي. الخطير بقى خطير، وده كان مزاج بقى بالليل كده، اللي هو عايزه اكل حاجه ايس كريم. انا عايزه اكل ايس كريم في الدايت، فاعمل ايه؟ دايما مجمده فاكهه. الفاكهه دي ممكن تبقى فراوله اهي متجمده في كيس عادي خالص، مانجا متجمده، بصوا بجمد عويس. انا دايما بجمدها احسن وهي متقطعه، ولكن السنه اللي فاتت دي ما جمدتش اصلا متقطع، فاللي جمدتهم قليل قوي كانوا كده زي ما هم. اوكي، مجمده جوافه،
بجمد كانتالوب، بجمد بطيخ. ماشي. بالنسبه للفراوله وللمانجا فباخد مثلا زي المانجا المتقطعه المتجمده دي ومع الزبادي، ويا ريت زبادي يبقى يوناني او الزبادي العادي مفيش مشكله، زبادي يوناني مع معلقه العسل اللي انتوا شفتوها دي، وتاخدي الكلام ده في الكبه تضربيهم مع بعض وهم متجمدين على قد ما تقدري، يعني على قد ما الكبه بتاعتك تستحمل. حلو. هتضربيهم هيطلع لك ايس كريم حالا، هتاكليه حالا. فتقدري تاخدي بولة ايس كريم كبيره كده اللي هي المانجا والزبادي او الفراوله والزبادي او الجوافه والزبادي او الرمان والزبادي، وتاكليه از ايس كريم كده. لو بقى بطيخ مثلا او كانتالوب، الايس كريم برضو ممكن يتعمل بالبطيخ والكانتالوب، ممكن تحطي له زبادي وممكن من غير، عصره ليمون، عسل، اي حاجه بقى. عايزه زبادي، عايزه معلقه كريم شانتيه، عايزه اي حاجه تديله طعم كريمي كده زي الفل. عايزاه فاكهه بس اوكي، بس انا بحط عليه زبادي بيديني، انا بحب اصلا طعم الزبادي بالفاكهه اللي هو الايس كريم يعني. تقدري بقى تحطي شويه زبيب، تحطي مكسرات، تشيلي الباقي في الفريزر وتسحبي منه. عندي مثلا اوبشن الشوكولاته الدارك دي، دارك شوكليت عاديه جدا، باخد منها مكعبين. فبرضو على حسب احتياجي، انا حاسه قد ايه انا محتاجه سكر او نوعيه السكر اللي انا عايزاها دي عامله ازاي. فرايحه للشوكولاته باخد ده. ممكن اخد الشوكولاتات اللي هي بتبقى كده اللي في البرطمانات دي، انواع صحيه موجوده في السوبر ماركت، ما فيهاش سكر، متحليه بستيفيا، طعمها حلو جدا، واقدر ان انا اكلها بتفاح. يعني احط مثلا تفاحه واخد منها معلقه واكلها بيها، او ان انا احطها على واحده رايس كيك، او اخد الرايس كيك دي واحط عليها عسل، او اخد الرايس كيك اللي بقول لكم عليها دي واحط عليها معلقه زبده فول سوداني واحط عليها عسل، او اخد الفول السوداني اللي هي زبده الفول السوداني واغمسها بتفاحه. كل دي على حسب احتياجاتي. الحاجات دي صناعه مصريه مش مستورده، اسعارها كويسه وهتلاقوها في السوق وهتلاقوها في السوبر ماركت عادي جدا جدا. هي بس كانت جايه لي هديه، ف وعشان برضو ما تقعدوش تقولوا لي اعلانات ومش اعلانات، ف يعني هبقى احطها لكم في الكومنت اذا عايزين انواعها يعني. ولكن نوعها كان لطيف قوي 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 ومتحليه بستيفيا وطعمها خطير. دي الاوبشنز حلوه قوي، وهوريكم بقى باخد ايه كمان معايا وانا خارجه او رايحه الشغل. يلا. مفيش احلى من كده. قطعت البطيخ وفصصته كله من البذر، ما فيهوش ولا بذره، او عنب ساقع او خوخ وشويه عنب وبس.